إن أحسن ما يمكن بيانه كفرق للتقوى عن الورع، إن الورع هو ترك المحرمات، انتهينا منها. وأما التقوى فهي ترك الشبهات، أو قل ترك موارد الشبهات. فإذا كان الفرد شاعرا بالمسؤولية تجاه الله تعالى بحيث يكون مجتنبا لموارد الشبهات وكل ما يحتمل أن يكون فيه حرمة أو جرأة على الله سبحانه، فإنه يتركه من أجل رضا الله سبحانه وتعالى والقرب له ونيل الزلفى لديه، فهو متقي. كما ورد في الحديث ما مضمونه الأمور ثلاثة مسبوقين بها ولكنهم تتناسوها حبيبي. الأمور ثلاثة: أمر بين رشده فيتبع تضتوي، وأمر بين غيه فيجتنب لظهر فروح عنا لا تقترب من الأجاب فتجرب، وأمر بين غيه فيجتنب، وشبهات بين ذلك، فمن اقتحم في الشبهات يصير كاد أن يقع في المحرمات كلها. وأما إذا لم يقتحم في الشبهات ووقف عندها واحتاط لنفسه فيها فهو المطلوب، وعندئذ سيكون من المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.